أمريكا بتضرب إيران من جديد. أمريكا يعني مش عايزة يتهد. الراجل البرتقالي اللي اسمه ترامب ده أنا مش عارف عايز ايه تاني. بعد ما اتفقوا على وقف إطلاق النار وكان في مفاوضات والدنيا ماشية زي العسل، رجعت أمريكا تاني تضرب إيران. مش تصريح ولا تهديد، مش مناوشة إعلامية، لا، ضربة عسكرية فعلية في توقيت حساس جدا، بالقرب من أخطر ممر نفطي في العالم وهو مضيق هرمز. اللي يخلي الموضوع ده خطير إن الضربة دي ما جاتش لوحدها، هي جت بعد اتهام أمريكي مباشر لإيران إنها استهدفت 3 سفن تجارية كانت بتعدي من المضيق. بعدها بساعات أمريكا ما اكتفتش بالضرب، لا، كمان رجعت سلاح العقوبات على النفط الإيراني. يعني ضرب عسكري من ناحية وخنق اقتصادي من ناحية تانية، وفي النص سوق النفط العالمي رجع تاني يتوتر، ورجع تاني الأسعار ترفع، كأنه خلاص متوقع ريحة شياط كبير جدا جاي في السكة. إيه اللي حصل؟ يوم الثلاث امبارح 7 يوليو لما القيادة المركزية الأمريكية اللي هي يقولوا عليها سنتكوم طلعت وقالت إن القوات الأمريكية بدأت سلسلة ضربات قوية ضد إيران. البيان الأمريكي قال لك إن الضربات دي هي رد مباشر على هجمات إيرانية. حسب كلام واشنطن إن إيران ضربت 3 سفن تجارية كانت بتمر من مضيق هرمز. الجملة الأهم في البيان الأمريكي إن القيادة المركزية قالت إن العدوان الإيراني هو غير مبرر وخطير وبيمثل انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. يعني واشنطن مش بتقدم الموضوع كاشتباك عادي، لكنها بتقول للمشاهد العالمي احنا كنا في هدنة وإيران كسرتها واحنا بنرد، مع ان الكلام ده ما حصلش. بس هنا لازم نقف عند أول صدمة. أمريكا ما قالتش في الأول بالظبط ضربت إيه، لكن بعدها بدأت الصورة تبان. وكالة رويترز نقلت إن الإعلام الإيراني قال لك إن 6 مقذوفات أصابت منطقة رصيف طهروي في سيرك جنوب إيران. دي منطقة مهمة لأنها هي قريبة من الساحل الجنوبي الإيراني، وإحنا عارفين يعني الساحل الجنوبي الإيراني أهميته كبيرة قد إيه بالنسبة لإيران، لأنها قريبة من مسرح مضيق هرمز. يعني الضربة مش في مكان بعيد عن عمق إيران خالص، الضربة رايحة ناحية المنطقة اللي منها إيران تقدر تراقب وتضغط وتتحكم في حركة السفن حوالين المضيق. بعدها بساعات القصة كبرت أكتر، والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت إن الجولة الجديدة من الضربات خلاص انتهت. البيان قال إن الضربات طالت أنظمة دفاع جوي إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وكمان أكتر من 60 قارب صغير تابع للحرس الثوري الإيراني في المضيق وحول المضيق. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن إيران في الخليج مش قوتها بس في الصواريخ الكبيرة، قوتها كمان في القوارب الصغيرة السريعة اللي ممكن تقرب من ناقلة تهددها، تطاردها، توقفها، أو تعمل عملية سريعة وترجع بسرعة. فأمريكا هنا بتقول لإيران أنا بضرب إيدك اللي بتشتغل في البحر. هنا لازم نفهم الفرق. لما أمريكا تضرب دفاعات جوية ورادارات وصواريخ مضادة للسفن وقوارب حرس ثوري، يبقى هي بتستهدف منظومة كاملة. رادار يشوف السفينة، القيادة والسيطرة تدي الأمر، الصاروخ بيهدد من الساحل، والقارب الصغير بيضغط من البحر. يعني واشنطن بتحاول تكسر السلسلة اللي ممكن تخلي إيران قادرة إنها تتحكم في مرور السفن بالكامل. ده معناه إن الضربة دي مش هدفها بس إنها يعني نرد وخلاص، هدفها تقول إن أي محاولة لإغلاق هرمز أو ابتزاز السفن هتتقابل بضرب البنية اللي بتخلي الابتزاز ده ممكن.
لكن الصدمة التانية يا صديقي إن إيران يعني ما سكتتش، ما بلعتش الضربة وسكت. إيران ردت بسرعة جدا، والحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في كل مكان. كلام الإيراني قال لك أن العملية كانت مشتركة بالصواريخ والدرونز، وأنها استهدفت مواقع أمريكية مهمة، إنها منطقة مرتبطة بالأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وفي الكويت فعلا حسب رويترز وAP صفارات الانذار اشتغلت، والدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع هجمات وصفتها بأنها معادية. يعني احنا فجأة خرجنا من ضربة على إيران إلى رد إيراني يقترب من قواعد أمريكية داخل دول خليجية. اللي زود سخونة المشهد إن إيران استخدمت لغة عنيفة جدا. القيادة العسكرية الإيرانية العليا المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي وصفت الضربات الأمريكية بأنها عمل عدواني صارخ، وهددت برد ساحق. كمان حذرت انها مش هتسمح بتدخل امريكي في اداره مضيق هرمز. يعني ايران بتقول المضيق ده هو على حدودي وانا ليا كلمه فيه، وامريكا بتقول لك المضيق ده ممر دولي والتجاره العالميه هتعدي غصب عن اي طرف. ودي بالظبط نقطه الانفجار. في وسط كل ده دخل البرلمان الايراني على الخط. محمد باقر قليباف رئيس البرلمان واحد كبار المفوضين الإيرانيين اتهم أمريكا بأنها هي اللي خرقت وقف إطلاق النار، وقال لك إن الموضوع هو مش بس الضربات العسكرية يا جماعة، لكن كمان هو رجوع العقوبات النفطية والتدخل في ترتيبات الملاحة داخل هرمز والهجمات الإسرائيلية في لبنان. حقيقة أنه كتب على منصة إكس جملة معناها ان زمن التنمر والابتزاز خلاص انتهى، وان ايران مش هتنحني تاني وكده. يعني رسالة الإيرانية للداخل والخارج: احنا مش هنسكت ومش هنقبل ان امريكا تضرب وتفرض شروطها. في الناحية التانية حلفاء امريكا بدأوا يغطوا سياسيا على الضربة. مارك روتا الامين العام لحلف الناتو قال لك ايه؟ قال لك قبل قمة قادة الناتو في أنقرة ان الضربة الامريكية الاخيرة هي ضرورية تماما، وانه لما يكون في وقف اطلاق نار وايران تنتهكه فمن المهم جدا ان امريكا ترد بقوة. الجملة دي معناها ان واشنطن مش عايزة تظهر كأنها بتتصرف لوحدها، لكنها عايزة تقول ان الغرب والله شايف ان الرد الامريكي هو رد مبرر. طب خلينا نرجع للشرارة الاول. السفن، ليه امريكا قالت ان ايران كسرت الهدنة؟ لأن 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات أو ضربات في مضيق هرمز أو قرب المضيق. من بين السفن دي ناقلة غاز قطرية اسمها ريكايات. الناقلة دي كانت محملة بالغاز الطبيعي المسال واتضربت في جانبها الأيسر، وحسب مصادر نقلت عن رويترز كان في خطر إنها تنفجر بسبب حريق في غرفة المحرك، لكن الطاقم كان آمن وبدأت عملية إخلاء. تخيل بقى ناقلة غاز قطرية في أهم ممر في العالم تتعرض لضربة وتبقى معرضة للانفجار. دي مش حادثة بحرية عادية، دي رسالة رعب لكل شركة شحن وتأمين في العالم. قطر ما عدتش الموضوع بهدوء طبعا. وزارة الخارجية القطرية قالت إن طهران تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجوم، واستدعت نائب السفير الإيراني للاحتجاج. دي نقطة حساسة جدا، لأن قطر مش مجرد دولة خليجية، قطر كانت وسيط مهم في محادثات أمريكا وإيران. يعني لما وسيط يتضرب لناقلة غاز يبقى متهم إيران، ويبقى متهم إيران، يبقى الوساطة نفسها بتتهز. في نفس المشهد ناقلة نفط سعودية عملاقة اسمها وديان، الناقلة دي تضررت قبل الساحل العماني أثناء عبورها قرب المضيق. السعودية كمان أدانت الهجمات وقالت إنها يعني بتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الضرب. يعني إيران فجأة بقت متهمة من واشنطن ومن قطر ومن السعودية في ملف واحد اسمه تهديد الملاحة. إيران من ناحيتها ما قالتش
بكل بساطة أنا عملت. بالعكس، الخارجية الإيرانية قالت إن السفن اللي بتستخدم مسارات غير منسقة مع إيران أو بتبعث بأنظمة التتبع بتعرض نفسها للمخاطر وبتعطل جهود إيران لتأمين المرور. ترجمة الكلام ده بالبلدي، إيران بتقول للسفن لو مش ماشية من الطريق اللي أنا موافقة عليه ما تلوموش غير نفسكم. طب ما ده كان في الاتفاقية يا جماعة، انتوا اللي خرقتوا الاتفاقية دي وانتوا اللي كسرتوا الهدنة دي. دي أخطر نقطة في القصة كلها، لأن ده معناه إن الخلاف مش على سفينة اتضربت بس، ده خلاف على مين ليه حق إدارة الطريق نفسه. طيب ماذا بعد؟ هل إحنا قدام حرب هتبدأ تاني ولا ضغط محسوب ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي جاي إيه؟ هل دي ضربة وتعدي ولا بداية مرحلة أخطر؟ هنا عندنا 3 سيناريوهات واضحة جدا. أول سيناريو إن الطرفين يفضلوا في لعبة اضرب بس ما تكسرش، أمريكا تضرب مواقع محددة، إيران ترد بشكل محسوب، كل طرف يطلع يقول لجمهوره إنه رد وحافظ على هيبته. فيمكن ده أخف سيناريو، وساعتها النفط يفضل عالي ومتوتر لكن من غير انفجار كبير ومن غير حرب كبيرة. السيناريو الثاني والأخطر إن هرمز ما يتقفلش رسميا لكنه يتشل عمليا. يعني السفن تخاف، التأمين يغلى، الناقلات تستنى أو تغير مسارها، شركات تقول لا الرحلة دي مش مضمونة. هنا إيران مش محتاجة تعلن إغلاق المضيق، مجرد الخوف كفاية يعمل إغلاق اقتصادي جزئي. ده السيناريو اللي السوق مرعوب منه، لأن البرميل ممكن يكون موجود بس مش عارف يوصل، صح ولا لا؟ السيناريو الثالث هو الانفجار الكبير، ضربة غلط، سفينة كبيرة تتدمر، قتلى أمريكان، قاعدة في الخليج تتصاب بقوة، ناقلة غاز تنفجر. هنا الموضوع ممكن يخرج من حسابات الرد المحسوب ويدخل في مواجهة إقليمية مفتوحة، ودول الخليج كلها تبقى في قلب الأزمة، لأن القواعد الأمريكية والموانئ وخطوط الطاقة كلها في نفس المنطقة. أمريكا دلوقتي بتحاول توصل رسالة بسيطة: الملاحة خط أحمر، يعني النفط والغاز والسفن التجارية لازم تعدي، وأي تهديد للممر هيبقى عليه رد. لكن إيران برضو عندها رسالة مقابلة: لو ضغط علي عسكريا واقتصاديا أنا عندي ورقة هرمز، وورقة هرمز دي هي كفاية ترعب السوق من غير ما تقفل المضيق رسميا. ودول الخليج هنا في أصعب موقف، خلي بالك، قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين هم مش عايزين حرب مفتوحة لأن كل ده بيهدد أمنهم، لكن في نفس الوقت أي تهديد للملاحة أو الناقلات بيضرب مصالحهم مباشرة. قطر تحديدا عندها حساسية ضخمة لأن الغاز الطبيعي المسال بتاعها مرتبط بالعبور الآمن، والسعودية والإمارات عندهم صادرات نفط وموانئ وخطوط بديلة، لكنها مش كفاية إنها تشيل كل الضغط لو هرمز اتخنق. أما الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية فدول هيتابعوا برضو بقلق شديد جدا، لأن آسيا هي أكبر مستهلك لتدفقات الطاقة اللي طالعة من الخليج، ولو الشحنات اتأخرت أو الأسعار زادت فالمصانع والمصافي وشركات الكهرباء هناك هتدفع الفاتورة الأولى، وبعدها الفاتورة هتنتقل للعالم كله من خلال أسعار النفط والغاز والسلع. خلاصة إن الأزمة مش سؤالها هل إيران هتقفل هرمز ولا لأ، سؤال حقيقي: هل هرمز هيبقى آمن كفاية إن السفن تعدي طبيعي؟ لأن السوق مش مستني قرار رسمي، السوق بيتحرك مع الخوف، ولو الخوف بقى هو اللي بيدير المضيق يبقى النفط ممكن يفضل مشتعل حتى من غير حرب شاملة. فالخلاصة أمريكا ضربت عشان تمنع إيران من تحويل هرمز لورقة ابتزاز، وإيران بتلوح بنفس الورقة عشان تمنع أمريكا من خنقها، وبين الاتنين العالم كله واقف مستني هل الخليج هيفضل ممر طاقة ولا هيتحول لساحة مواجهة من جديد. أنا هنا وصلت نهاية الحلقة، خلونا نصلي على النبي وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. أنا محمد رمضان، أشوفكم في حلقة جديدة من الموضوع الاقتصادي.
لو أول مرة تشوفنا، قناتنا بتتحدث عن كل ما يخص الاقتصاد، من تحليلات وتوقعات الأسواق المالية العالمية وكل ما يخص الاقتصاد العالمي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول.